السلام عليكم. مستعدين النهاردة نسمع القصة الجديدة؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بعد ما تسمعوا القصة تدعموا الحلقة والقناة بلايك وكومنت وشير واشتراك بالقناة وفي تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني إشعار بكل ما هو جديد. ودلوقتي يلا بينا نسمع مع بعض أحداث القصة. مفيش شك إن في مخلوقات غيرنا بتعيش معانا وحوالين مننا، مخلوقات غير محسوسة أو مرئية، مخلوقات العالم السفلي، العالم الخاص بيهم، عالم الجن. لكن للأسف أوقات كتير بيحصل اتصال ما بين العوالم المختلفة اللي هم عالم الإنس وعالم الجن. زي حكايتي دي اللي ما كانش ليا فيها أي دخل، وهي حكاية من حكايات الجن العاشق، الجن اللي كان بيحبني لحد الموت. أيوة، لحد الموت، الموت من غير أي مبالغة. وقبل ما أحكي لكم حكايتي أعرفكم بنفسي الأول. أنا هند، عندي 22 سنة، من محافظة اسكندرية، من أسرة متوسطة، عايشة مع أبويا وأمي وأخويا الصغير. أخويا أصغر مني ب4 سنين اسمه هاني. المهم، عشان ما أطولش عليكم هبتدي أحكي لكم حكايتي اللي بتبتدي من كام سنة فاتوا، وقت ما كنت لسه في سنة أولى في كلية الآداب. وقتها كنت بنت مرحة بعشق الحياة ومحبوبة من كل اللي يعرفني، لكن كان فيا خصلة أو عادة اتعودت عليها، وهي إني كنت دايما بقف قدام المراية ساعات أسرح شعري أو أظبط الميك اب بتاعي، مع إني ببقى قاعدة في البيت وما بكونش خارجة. عشان كده كانت ماما دايما تقولي بلاش وقفتك كتير قدام المراية، كده غلط عليكي يا هند. لما كنت بسمعها بتقول كده ساعتها كنت بضحك وارد عليها واقول ليها ليه يعني يا ست ماما، هي المراية هتكوني يعني؟ وقتها كانت ماما ترد عليا بغضب وتقول لا، مش هتاكلك ولا حاجة، بس ده اللي اتربينا عليه. غلط وقفة البنات اللي في سنك ده قدام المراية كتير، لأن ممكن تتأذي. كنت بضحك أكتر وأنا بسمعها بتقول كده، وأنا برد عليها وأقول بلاش خرافات بقى وأوهام يا ماما، أنا كده بحب أبص على نفسي في المراية، جميلة بقى، هتعملي إيه؟ لما كنت بقول كده وأسكت ساعتها كانت ماما بتتنهد في ضيق، وبعد كده ترد عليا وتقول عموما اديني نصحتك وقلت ليك، وانت بقى حرة واعملي اللي تعمليه. وكان دايما بينتهي بينا الكلام على كده. وكانت ماما تسيبني وتمشي وأنا حاسة إنها زعلانة مني. وفي يوم كنت قاعدة لوحدي في أوضتي، وقتها كنت خلاص خلصت مذاكرة وكنت فاضية، ما كانش في ورايا حاجة أعملها، عشان كده قمت أمارس هوايتي المفضلة واللي انتم أكيد عرفتوها، وهي الوقفة قدام المراية. وقتها حطيت سماعات الفون في وداني وكنت بسمع أغنية وأنا ببص في المراية وأسرح شعري وأجرب أدوات التجميل. وفجأة حسيت برياح غريب، هوا جامد، كأنك تحس إن فيه هوا دافي. كان الهوا ده بيجي من كل اتجاه في الأوضة. اتلفت شمال ويمين عشان أعرف مصدر الهوا ده منين، لكن للأسف ما قدرتش أعرف مصدره. وفجأة لقيت النور اتقطع. وقتها سمعت صوت غريب جدا، كان أول مرة أسمعه في حياتي. كان بيقول وكأنها بمؤثرات صوتية هند، هند، أنا بعشقك يا هند. ساعتها قلبي كان هيقف من الخوف. حاولت أصرخ أو أنادي على ماما أو بابا، لكن كنت حاسة إن صوتي متحاش، ما كنتش قادرة أتكلم أصلا. ورجع الصوت تاني يقول أنا بعشقك يا هند، مش هتكوني لحد غيري، لا من الإنس ولا من الجن. وفجأة ورغم العتمة الشديدة دي لكن شفته، كان إنسان زينا، كان شكله عادي. وقتها كان بيبص ليا بابتسامة كلها حب وود. وقبل ما أصرخ ولا أقول كلمة واحدة سمعت باب الأوضة بيتفتح وماما داخلة عليا وهي بتقول هو انت ما كنتش لغاية دلوقتي يا بنتي نمتي؟ يلا يا بنتي نامي بقى، السهر ده مش كويس عليك، وبعدين مش الامتحانات بتاعتك خلاص قربت. وقتها كنت ببص لماما بذهول وأنا بسمعها وهي بتقول كده،
لأن في نفس الوقت اللي فتحت فيه ماما الأوضة اختفى الشخص اللي كنت لسه شايفاه، وكان بيبتسم ليا من لحظات. وكمان النور رجع تاني. ما كنتش قادرة استوعب كل ده، عشان كده كنت ببص لماما وانا واقفة في مكاني بنظرة كلها ذهول ومن غير ما ارد عليها او حتى اتكلم كلمة واحدة. وكان من الطبيعي بقى ان ماما لما تشوفني وانا في الحال ده تقول بنبرة صوت وخوف وقلق عليا: مالك يا بنتي؟ كفى الله الشر، مالك؟ لونك مخطوف كده ليه؟ وبتبصلي بالطريقة الغريبة دي ليه كده؟ في ايه يا بنتي يا هند؟ ساعتها لما ماما قالت كده حسيت اني فقت من ذهولي. وقتها كل اللي عملته اني رميت نفسي في حضنها وكنت بعيط في هستيري. ساعتها كانت ماما مستغربة وكانت بتطبطب على ظهري وهي بتقول بحنية الأم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استهدي بالله كده واحكي لأمك، هو حصل ايه يا بنتي بالظبط؟ بعد ما هديت بدأت أحكي لماما كل اللي حصل. ساعتها كانت بتسمعني وكنت حاسة إن جسمها كان بيتنفض، ملامحها بتتغير بسبب كلامي اللي كنت بقوله ليها ده. وبعد ما خلصت كلامي وقتها خدتني أمي في حضنها وكانت حاطة إيديها على راسي وهي بتقول آيات من القرآن الكريم. وبعد كده بصت ليا بقلق وهي بتقول: ما تخافيش يا حبيبتي، دي مجرد تهيؤات بسبب إجهاد المذاكرة، وأكيد يا حبيبتي أعصابك تعبت بسبب خوفك برضو من الامتحانات، إيه اللي خلاص يعني قربت. بصيت ليها وكنت بمسح دموعي بإيدي من على خدي وبقول بصوت مخنوق بسبب الخوف والانفعال اللي كنت فيه: تهيؤات؟ تهيؤات ايه؟ يمكن فعلا جايز كلامك صح يا ماما. وبعد ما خدتني أمي في حضنها وضمتني بحنان الأم رجعت تطبطب على كتفي تاني وهي بتقول: يلا يلا بقى يا حبيبة ماما، استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وروحي نامي بقى، وكفانا بقى سهر لغاية دلوقتي، دي حتى الساعة عدت نص الليل يا هند، يلا يا بنتي. طبعا سمعت كلامها ورحت على سريري. وبعد ما غطتني ماما طفت النور وخرجت من الأوضة. بعد ما قفلت بابها عليا حاولت أنام وفعلا بعد شوية رحت في النوم. وقتها كنت حاسة إن في حد نايم جنبي. كنت سامعة دقات قلبه، صوت أنفاسه. كنت نايمة صحيح لكن كنت حاسة كأني صاحية تمام، حاسة بشخص نايم جنبي وبياخدني في حضنه وبيعمل حاجات أتحرج أقول عليها أو حتى أجيب سيرتها، لأنها حاجات ما بتحصلش غير ما بين راجل ومراته. ولما صحيت من النوم على صوت ماما وهي بتقول: هند يلا يا حبيبتي، كفاية نوم وكسل، واصحي بقى عشان تروحي على كليتك. كنت حاسة وأنا بفتح عيني وببص لماما إني ما كنتش في حالتي الطبيعية. وقتها كنت حاسة إن في حاجات غريبة كانت بتحصل معايا وأنا نايمة، ورغم إحساسي وعشان ما أقلقش ماما معايا مرضتش أحكي لها حاجة. حاولت إني أكون طبيعية جدا، عشان كده ابتسمت وقلت لها: حاضر يا ماما، أنا خلاص صحيت من النوم. وبعد الروتين اليوم اللي بعمله كل يوم بعد ما بصحى من النوم وقفت قدام المراية عشان أوضب هدومي وطرحتي قبل ما أنزل وعشان أروح الكلية بتاعتي. وفجأة وأنا منهمكة في اللي بعمله شفت نفس الشخص اللي شفته في الحلم وأنا نايم. أيوة، كان هو اللي وقف ورايا وبيبص ليا بنفس الابتسامة. كنت شايفاه كويس جدا في المراية. ساعتها التفت كده بسرعة وبصيت عليه، وقبل ما أصرخ أو حتى أتكلم كلمة واحدة كان اختفى، اتبخر في الهوا وكأنه ما كانش ليه وجود أصلا في الدنيا. وقتها كنت حاسة أن هفقد الوعي من شدة الانفعال اللي أنا كنت فيه، لكن حاولت أتماسك وأقنع نفسي إنها مجرد تهيؤات. بعد كده ودعت ماما ورحت على الكلية. كنت طول السكة بفكر في الشخص الغريب اللي شفته لغاية دلوقتي مرتين، مرة وأنا نايمة ومرة كمان وأنا صاحي. وكنت بفكر في كلام ماما اللي كانت بتقولهولي، وكنت بقول لنفسي: معقول يكون كلام ماما صح لما قالت لي بلاش وقفتك في المراية كتير. وأسئلة كتير كنت بسألها لنفسي وما كنتش لاقية إجابة عليها، لغاية ما وصلت الكلية. وهناك قابلت شمس صاحبتي
اللي أول ما شافتني جت عليا، وبعد ما سلمت عليا بدأت الكلام وهي بتقول: مالك يا هند؟ شكلك كده مش في حالتك. ايه لونك مخطوف ونظرة عينيكي زايغة، في ايه مالك؟ بصيت ليها وكنت فعلا متوترة ومش في حالتي الطبيعية. حاولت ابتسم وانا بقولها: مفيش حاجة يا شمس، حاسة بصداع بسيط باين كده، يعني من قلة النوم. قلت كده، وبعد ما سكت شوية رجعت اتكلم تاني وقلت: يلا بينا نروح على المدرج، يا دوبك نلحق المحاضرة قبل ما يبدأ والدكتور ما يدخلناش. وفعلا رحنا على المدرج، وهناك شفته لتالت مرة. شفت نفس الشخص اللي شفته قبل كده مرتين. وقتها بقى كان قاعد في المدرج وسط زمايلي، وكان بيبصلي بنفس الابتسام. أول ما شفته سبت شمس زميلتي وجريت على المكان اللي كان قاعد فيه، ولما وصلت لهناك ما لقيتوش. كان اختفى زي عادته، اختفى وكأنه كان فص ملح وداب في كوباية مية. ساعتها حسيت ان الدنيا بتلف بيا، وما كنتش قادرة افهم ولا استوعب ايه اللي بيحصل لي ده كله، ومين الشخص الغريب ده، وليه بيظهر وبشوفه كويس جدا وبيختفي. معقول بيتهيألي ولا كوني اتجننت يعني؟ وفجأة فقت من كلامي واسئلتي لنفسي على صوت شمس وهي بتهزني من كتفي، وكانت بتقول بقلق: هند، في ايه؟ حصل ايه؟ انت جريتي كده ليه؟ بصيت ليها وما كنتش قادرة اخد نفسي وانا بقول بصوت ضعيف: انا مش هقدر احضر المحاضرة، انا حاسة اني تعبانة، عايزة اروح يا شمس. فعلا اخدتني شمس وطلعنا من المدرج وجت معايا على البيت. وهناك اول ما شافتني ماما وانا في المنظر ده، وشمس تقريبا سنداني عشان اقدر امشي، وقتها صرخت امي وهي بتضرب على صدرها بايديها، وكانت بتقول بكل خوف وانفعال: بنتي مالك يا هند؟ في ايه يا شمس؟ جرالها ايه؟ حاولت شمس انها تبتسم عشان تطمنها وهي بتقول: ما تقلقيش يا طنط، هند كويسة وبخير، ده باين بس ارهاق او عندها صداع عشان ما نامتش كويس. بعد ما قالت كده رحت على الأوضة بتاعت نوم بمساعدة ماما طبعا وشمس، وبعد ما غيرت هدومي حاولت انام. عشان كده اخدت ماما شمس وخرجوا بره وسابوني لوحدي عشان انام. وفعلا معرفش ازاي نمت ورحت في النوم. ساعة لما كنت نايمة شفته تاني في الحلم، كان بيبص ليا بغضب وهو بيقول: انت خايفة مني ليه؟ انا الوحيد اللي اقدر اساعدك. وبعد كده شفته وهو جاي ينام جنبي على السرير. حسيت بنفس الإحساس اللي حسيته قبل كده، وقتها كنت حاسة بيه وبحاجات غريبة، حاجات مش قادرة أقول عليها، حاجات ما بتحصلش غير للمتجوزين. لما صحيت من نومي كنت فاكرة كل اللي حصل معايا وأنا نايم كأنه حقيقة. والغريب بقى والمخيف في الحكاية دي إني لقيت علامات غريبة موجودة على جسمي، علامات كانت على كتفي ودراعي، كأن كان في حد بيحضني بقوة بكل قوته. ما كنتش عارفة أعمل إيه. كنت بحاول أكون طبيعية ومخليش حد في البيت يحس بأي حاجة، وخصوصا ماما. لكن بمرور الأيام كنت دايما بشوف الشخص ده، ودايما كان بيجيلي في الحلم ويعمل كل اللي بيعمله كل مرة معايا، لدرجة إني خلاص كنت على وشك الجنون. وبسبب كل اللي كان بيحصل معايا ده اتغيرت كل حياتي، بقيت دايما مكتئبة وحزينة وفاقدة شهيتي للأكل، لدرجة إني فعلا خسيت النص. وطبعا ده كان سبب كافي إن ألاقي ماما بتسألني وهي بتقول: هند، انت بنتي وانا ام، فبلاش يا حبيبتي تخبي عليا حاجة وصارحيني وقوليلي مالك، ايه اللي جرالك يا حبيبتي بس؟ ساعة لما سمعتها بتقول كده لقيت نفسي برمي نفسي في حضنها وبعيط بشدة، وحكيت لها كل حاجة بتحصل معايا. ساعتها لقيت ملامح أمي بتتغير وجسمها بيتنفض وهي بتقول: مش قلت ليكي بلاش وقفتك الكتير قدام المراية؟ أهو اللي كنت خايفة منه حصل، ولازم أبوكي يعرف اللي بيحصل ليكي ده. وما كدبتش خبر، وراحت وحكت لبابا كل حاجة. ولما خلصت كلامها قال بكل قلق وانفعال: الشيخ عبد الرازق مفيش غيره هو اللي يقدر يساعدنا في الحكاية دي. ردت عليه ماما وهي في قمة قلقها وخوفها وقالت:
الشيخ مين؟ عبد الرازق ده يبقى مين يا ابو هند؟ رد عليها بسرعة وكان قلقان هو كمان وقال: ده إمام المسجد اللي بصلي فيه، راجل بيفهم وعالم في أمور الدين وكمان معالج بالقرآن. ساعتها قالت أمي بخوف وهي بتبص لبابا: يعني أنت تقصد إن البيت لابسها جن؟ رد هو بيحاول يبتسم عشان يطمنها وقال: ما تقلقيش، إن شاء الله الشيخ عبد الرازق يجي عندنا هنا ويرقيها ويقرأ عليها الرقية الشرعية وهتبقى كويسة. قال كده وبعد ما سكت شوية كمل كلامه وهو سرحان وشارد وقال: أكيد أكيد ده جن عاشق. وطبعا كان المتوقع حصل، لأن بابا ما ضيعش وقته، وفي نفس اليوم بعد صلاة العشاء لقيت بابا جاي البيت ومعاه الشيخ عبد الرازق. وبعد ما قعدوا في الصالون رحت وقعدت معاهم زي ما ماما طلبت مني. وقتها اللي بدأ الكلام الشيخ لما بص ليا بهدوء وبابتسامة طيبة وقال: متوضية يا هند يا بنتي وصليت العشاء إن شاء الله؟ هزيت راسي وكنت حاسة بخوف وقلق الدنيا كله وقلت: أيوه إن شاء الله. بعد ما قلت رحت وقعدت جنبه زي ما طلب مني. وقتها حط ايده على راسي وبدأ يقرأ قرآن بصوت مسموع. وقت ما كان بيقرأ عليا القرآن كنت بحس بتنميل رهيب في جسمي كله، وكنت حاسة اني بدأت أفقد الوعي. وبعد كده ما حسيتش بحاجة خالص، وما عرفش قد ايه فات من الوقت وانا على الحالة دي. وساعة لما فقت تاني ورجع ليا الوعي لقيت الشيخ بيبتسم وبكل هدوء بيقولي: ايه يا هند يا بنتي، حاسة بايه دلوقتي؟ ساعتها كنت حاسة براحة، وكنت حاسة كأن في حاجة كانت كاتمة على صدري وخلاص راحت وانتهت الحمد لله. وقبل ما اتكلم واجاوب الشيخ على سؤاله لقيته بيقولي: انت خلاص بقيتي كويسة يا بنتي، لكن نصيحة مني، بلاش تقفي في المراية كتير لان كده غلط. وعموما تلتزمي بعد كده بالصلاة في اوقاتها وقراءة القرآن، وما تنسيش تحافظي على قراءة الأذكار اليومية. قال كده وطلع من جيب القفطان بتاعه كتاب صغير كان مكتوب عليه حصن المسلم. مد ايده واداهولي وهو بيقول: ده اعتبريه هدية مني، دايما اقرأي منه الأذكار في مواعيدها. وبعد ما قال كده سلم علينا كلنا واستأذن من بابا وروح من عندنا على بيته. وبعد ما مشي الشيخ حكت ليا ماما على اللي حصل لينا لما الشيخ قرأ عليا القرآن وغبت عن الوعي. ولقيتها بتقول: عارفة يا هند، من وقفتك قدام المراية وإعجابك بنفسك كان فيه جن من عمار البيت كان في أوضتك، قال إيه عجبتيه وحبك بجنون وكان عايز يتجوزك، لكن الشيخ هدده وقال له: اللي انت بتعمله ده حرام وكفر، سيب البت في حالها واطلع منها. لكن الجن كان رافض يطلع منك ويسيبك في حالك، وكان بيعيط زي العيال الصغيرة وهو بيقول: أنا بعشقها، بحبها، ومش هسيبها، أنا بس اللي هتجوزها. وبعد منهدة وطولة صبر من الشيخ الجن ده وافق في الآخر إنه يطلع منك، لأن الشيخ هدده بإنه هيقرأ عليه القرآن الكريم وهيحرقه، عشان كده يا بنتي خاف وطلع منك. بعد ما قالت كده سكتت شوية، وبعد ما أخدت نفسها واتنهدت كملت كلامها وقالت لي تاني: اوعديني بقى بلاش وقفتك في المراية كتير زي الأول، شفتي وقفتك عملت فيكي إيه؟ وبعد ما وعدت ماما إني هسمع كلامها انتهى الكلام بينا على كده. وفعلا من يومها وأنا محافظة على صلاتي في أوقاتها، كمان على قراءة القرآن الكريم والأذكار اليومية اللي اداهولي الشيخ. والحمد لله انتهت حكايتي مع الجن اللي كان بيعشقني بسبب وقفتي الكتير قدام المراية. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة. حلقة النهاردة من إعداد الكاتب وليد محمد. يا رب يكون إن شاء الله حلقتنا النهاردة عجبتكم، وشكرا لكم جدا على حسن استماعكم لينا. مستنية منكم الدعم للقناة وللحلقة بلايك وكومنت وشير واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم منا دايما إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين. تصبحوا على ألف خير.